غريب دخل وسلم وقعد مكانه في مجلس احد الحكماء، وكان في ايديه قاروره يبدو ان فيها ماء. مظهره مش طالب علم وبدل الحاضرين كانه عزيز قوم اذلته الحياه. فجاه الشيخ الحكيم يقطع حديثه ويلتفت للراجل ويقول له ليك حاجه اقضيها لك او سؤال اجاوب لك عليه. يرد الراجل عليه يقول له لا ده ولا ده، لكني تاجر سمعت بعلمك واخلاقك ومرؤتك، فجيت لك ابيع لك القاروره اللي في ايدي واقسمت محد يشتريها الا اللي يستاهل. اخدها منه الحكيم وبص لها باعجاب وقال له تطلب فيها كام؟ رد الراجل قال له 100 دينار. الحكيم تستاهل اكتر من كده، انا هديك 150 دينار. يرفض الراجل ويصر على ال 100 دينار بس، وبالفعل ياخدهم ويترك المجلس والحضور فيه ذهول. بعدها ينصرف الجميع وابن الحكيم كان من الحضور. اصر يعرف ايه اللي في القاروره وليه بال 100 دينار. يفاجئ بيها ميه عاديه، يجري على والده الحكيم عشان يبلغه بنصب الراجل عليه. يبتسم الوالد ويقول له يا ابني انا عارف، لكن الراجل ده كان بحاجه الى مبلغ معين، ابت عليه عزه نفسه انه يطلبها الا بالطريقه دي، وبحمد ربنا اللي وفقني لفهمه وقضاء حاجته. فعلا يعلم الحكيم الكل اسمى مواقف جبر الخواطر.